بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن حسين رشدي، وهو له دور في عملية جمع التوكيلات بصفته رئيسا للوزراء، وأنه رئيس الوفد الرسمي، حيث على صوت المصلحة الوطنية على صوت الخلافات السياسية. وتم توحيد الصفوف والجهود حول فكرة تأليف وفد بزعامة سعد زغلول يعرض وجهة نظر الشعب المصري على مؤتمر الصلح، ووفد آخر رسمي يتألف من حسين رشدي باشا وعدل يكن للغاية ذاتها. ولما لم تكن ظروف الحروب تسمح باختيار الوفد بانتخابات عامة تجريها الحكومة، فقد رأى القائمون على الحركة وضع صيغة توكيل يوقع عليه من لهم صفة النيابة الطبيعية عن الأمة، وهم الأعيان والعلماء وغيرهم ممن يقبلون التوقيع على التوكيل حتى يكتب الوفد الشعبي الصفة الشرعية. وإنني مقسم هذه الشخصية إلى 5 عناصر. أول عنصر انتماؤه للجيل الثاني لإحدى العائلات التركية. كان ينتمي إلى الجيل الثاني لإحدى العائلات التركية، فهو ابن طابو زادة محمد حمدي باشا كاتم أسرار نظارة الداخلية، ومن ثم ينتمي إلى الزوات من كبار ملاك الأراضي الزراعية. العنصر الثاني نشأته، غير أنه يمثل الجيل المتمصر منهم، فقد ولد عام 1865 ميلاديا في عهد إسماعيل، وتعلم بالمعاهد السويسرية، ثم حصل عن إجازة الحقوق من فرنسا عام 1892 ميلاديا، وعاد إلى مصر ليتقلب في الوظائف الحكومة المصرية، فالتحق بقلم قضايا نظارة المالية، ثم أصبح مفتشا بنظارة المعالف لمدة 6 سنوات. عين بعدها قاضيا بالمحاكم المختلطة، حيث مكث بتلك الوظيفة نحو 7 سنوات، ونقل إلى المحاكم الأهلية بوظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف، ثم أصبح مديرا للأوقاف في نظارة للحقانية عام 1908 ميلاديا، فرئيسا للنظار في 3 إبريل 1914. العنصر الثالث أخذ على عاتقه القرارات التي أملاها الإنجليز تمهيدا للحماية. ووقع على عاتقه اتخاذ القرارات التي أملاها الإنجليز تمهيدا للحماية، وإن كان حريصا على أن يسجل دائما أن تلك القرارات تعبر عن إرادة الإنجليز، وأنه وزملائه يستمدون سلطتهم من الخديوي الغائب، وأنهم يستمرون في القيام بأعباء وظائفهم تجنبا للمضار التي تلحق بالبلاد إذا تعطلت حركة إرادتها الداخلية. واستمر في منصبه عندما خلع عباس الثاني، وعين حسين كامل سلطانا بقرار من وزير الخارجية البريطانية، فتعاون مع سلطات الحماية، مؤكدا في خطاب قبول رئاسة الوزراء الذي وجهه للسلطان أنه مصري قبل كل شيء. العنصر الرابع عدم وجود إشارات سياسية أو حزبية في مصادر عصر الاحتلال الذي برز فيه حسين رشدي. ولا تحمل مصادر عصر الاحتلال الذي برز فيه حسين رشدي كأحد كبار الموظفين أي إشارات إلى اهتمامات سياسية أو ارتباطات حزبية لحسين رشدي، على نقيض ما كان بالنسبة لعبد الخالق ثروت وعدل يكن اللذان كان على صلة بحزب الأمة. غير أن تعيينه في مناصب القضاء ربط بينه وبين من عملوا فيه بروابط الصداقة، فكان صديقا لسعد زغلول والعدد من كبار الموظفين. ورغم أن محمد فريد بك رئيس الحزب الوطني كان يشك في معظم من تولوا المناصب الكبرى تحت الاحتلال، إلا أنه عندما يشير إلى حسين رشدي في مذكراته يصفه بأنه غير كفء في السياسة، وأنه كان عالما في القانون وقاضي فاضل. كما أشار إشارات ضمنية إلى ميل حسين رشدي إلى جماعة المعتدلين من أتباع حزب الأمة. العنصر الخامس والأخير تصرفه عند نهاية الحرب، والطريقة التي تصرف بها حسين رشدي عند نهاية الحرب توحي بأنه لا يقل عن غيره من ساسة مصر كفاءة، فقد لعب دور هام في حسم الخلاف، في حل تشكيل الوفد المصري، وفي توحيد الصفوف ورئاسة سعد زغلول لذلك الوفد. ولعل ثقافته القانونية وكذلك ثقافة سعد هي التي أملت فكرة التوكيلات، فإذا كان الوفد هيئة دفاع عن قضية الأمة فلا بد أن توكله الأمة في ذلك باعتبارها صاحبة الدعوة. كما لعب حسين رشدي دورا هاما في نجاح عملية جمع التوكيلات بفضل موقعه في رئاسة الوزارة رغم سيطرة الإنجليز على أجهزة وزارة الداخلية.
وكان ظهيرا قويا للوفد للضغط على الإنجليز حتى يسمحوا للوفد بالسفر. ولا ريب أن السلطان أحمد فؤاد كان يساند رشدي في موقفه وأن تخاذل في المراحل الأخيرة. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.